السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في الحداد دوت كوم معانا فيديو من العيار التقيل. مكنة اللحام دي يا جماعة كانت عندي مركونة من سنة ونص. تمام، وديتها للصنايعي من اللي هو بيلف مكن اللحام وكده. قال لي لا، ده المكنة الملف بتاعها محروق، المخدة يعني محروقة خالص، شايطة ببعضيها وكده. يا عم بص عليها بس، ده هي فصلت مرة واحدة عندي وشغالة عادي، بس بتزن بصوت عالي ومفيش خارج لحام وكده. قال لي لا، ده الملف شايط وما تدورهاش تاني، لو شغلتها تاني هتتحرق خالص والكلام ده. المهم الله يصلح حالنا وحاله، خدتها من عنده بصراحة، ركنتها بقالها سنة ونص مركونة عندي في البيت. جيت والله فكيتها وقلت اشوف ايه، قلت انا كده كده يعني انتوا هشرح لكم في الفيديو دلوقتي هتشوفوا باذن الله. انا كنت ناوي ان فعلا هفك المكنه كلها، هفك الملف، هفك المخدات يعني وكده. بصراحة برفع السلوك كده بالنظر، لقيت حاجة بسيطة، لقيت السلك بس بتاع الخرج، فاهمني، بتاع بنسة اللحام ديت، بداية المخدة ماسكة مع نهاية المخدة، فطبعا بتزن على الفاضي ومفيش خرج، لأن عشان كده مفيش لحام. وصل لك؟ فسبحان الله يا دوبك بعدتها عن بعضيها وعزلتها، وسبحان الله اشتغلت يعني. فده عطل بسيط يعني، عطل هو خبيث مستخبي فعلا، مش باين، انا هيظهر اهو، انا بشاور عليه حاليا قدامكم اهوت. تمام، مستخبي بس معلش هيظهر. يعني تخلي بالك حاجه زي كده، مكنتك فصلت ومعلش اختبرت المفتاح واختبرت كهربتها لقيتها شغاله، 100% هي حاجه زي كده، حاجه عامله قفله زي كده. معلش يعني المكنه كلها مركونه بقى سنه ونص، والصنايعي قال لي لا ده محروق، او بسبب حاجه بسيطه. وصل لك؟ فحاول بقدر الامكان حاجه زي كده يعني تستوعبها، تبص عليها، تجربها، تبص عليها، تفكها، مش هيحصل حاجه. يعني معلش كان قايل لي هاخد 1000 جنيه. طب معلش 1000 جنيه مصنعيه، الكلام ده على فكره من سنه ونص، يعني مش النهارده، يعني النهارده طبعا كل حاجه مولعه، الكلام ده من سنه ونص. قال لي هاخد 1000 جنيه. قلت له يا عم مفيش مشكله، اعملها بس والله المستعان ورب تشتغل. فضل وراها انها تشتغل ما تشتغلش، وفضلت رايح جاي عليه انها يشغلها، لا مش شغال، ده محروقه. رحت المهم خدتها من عنده يعني، وجبتها وفكيتها زي ما انتم شايفين، طلع العطل بسيط خالص الحمد لله رب العالمين. يعني لو خدت بالكم من الفيديو انا فكيت المكنه كلها. واصله لك؟ انا ركزوا معايا في الفيديو كده، انا فكيت المكنه كلها. وفي الاخر طلعت معلش الموضوع بقى. يعني بص انا بفك المفتاح حاليا اهوت، وهفك القطعه بتاع الفتيل، وهفك كل حاجه، وعلى الاخر في الاخر طلعت المكنه، فاهمني، بدايه المخده ماسك مع نهايه المخده. طبعا لو وصلت وفضلت مستمره على كده طبعا هتشيت، يعني هي اصلا كانت هتتحرق. يعني لو خدت بالك خدت بالك المكنه، بص يعني الوقت عملت ازاي، المخده نفسها شايطه ازاي، خلاص كانت هتنتهي، العزل بتاعها يعني اتحرق وكده. بس سبحان الله الحمد لله اشتغلت يعني. تمام، انا حاليا بفك المسامير اللي تحت على اساس هطلع هطلع الترانز نفسه بره، وهفككه كله من بعضيه عشان اخد المخده الفها، الف النحاس بتاعها او الالومنيا بتاعتها بره. تمام. تابعوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم باذن الله، والله المستعان. بص كده انا كنت ناوي خلاص افك المكنه. يعني بص انا كنت هفك اللحام طبعا، الترانز ده القلب بتاعه ملحوم في بعضيه، يعني غير الترانزات مثلا اللي بتبقى متربطه بمسامير. الترانز دوت فاهمني بيبقى متلحم في بعضيه، 3 بنط الناحيه دي مثلا، والناحيه التانيه 3 بنط زيهم. فانا طبعا كنت هجيب الصاروخ وافك الثلاث بنط دولت. وسبحان الله وانا بقلب المكنه على الجنب كده عشان اشوف يعني الناحيه التانيه افكها ازاي وكده، اوريها لكم في الفيديو. فبصيت لقيت سبحان الله السلك اللزق ده، يعني شوف بقى لها سنه ونص مركونه عندي وانا مش عارف اوصل للعطل. وهبص النقطه البيضاء ديت هتظهر قدامكم اهي، النقطه البيضاء اللي تحت ديت هي اللي لامسه في بعضيها. سبحان الله. معلش الفيديو ده انا كنت عامله مصور بالتليفون
بالتليفون في الاول كنت مصوره بالطول، فانا عدلته طبعا على المونتاج وكده، وعدلته وظبطت لكم ان هو يشتغل معاكم بالعرض، فغصب عني سامحوني يعني ايه الصورة مش جاية بالملي يعني، بس ظاهر برضو كل حاجة ان شاء الله. هيبص النقطة البيضاء اللي تحت دي. المهم هتعزلوا بعد كده، بعدتهم عن بعضهم طبعا وعزلتهم. جبت مكرونة تمام، وعزلت بورنيش الاول وبعدين جبت مكرونة واصله لك. ولما عزلت القطعة اللي تحت دي جبت ورقة ميلر خفيفة وحطيتها بين المخدة وبين القلب الحديد نفسه تحت. تمام. بس. وبعد كده بصراحة يعني دماغي بقى الله الله يصلح حالها، قلت عشان الصوت ما يبقاش عالي، مع ان خلاص هي كده المفروض الصوت مش هيبقى عالي ولا اي حاجة. حطيت قطعتين خشب، قلت عشان الصوت هي اللي طبعا بتزن القلب الحديد مع الصاج فبيعمل صوت. فانا بصراحة جت في دماغي كده يعني، بس هو بصراحة بعد ما خلصت ما كانش في صوت ولا كان في اي حاجة، لان هي اللمسة ديت النحاس لما المخدة لما لمسة في بعضيها فهي اللي كانت عاملة الصوت اصلا. وصل لك يعني، هو النحاس لامس في بعضيه فهو ده اصلا اللي كان عامل الصوت اللي عامل المشكلة يعني. بس الحمد لله رب العالمين خلصت على خير يعني. وبعدين المكنه ديت المفروض كان فيها التايمر اللي هو الحساس بتاع الحراره دوت، او التايمر بتاع الحراره كان بيفصل المكنه لوحدها يعني، وانت شغال تلاقي المكنه لوحدها فصلت. فالحمد لله رضا من عند ربنا يعني. وطبعا كده رجعت اقفلها تاني وربطت تاني كل حاجه ورجعت ان هو الوجود نقفل كل حاجه زي ما كانت، وهرجع اجرب باذن الله. هتشتغل على طول باذنك يا رب. انا جربتها عامه بس طبعا ما عرفتش اصورها، انا كنت بجرب بره على الكهرباء الخارجيه يعني كده، فما عرفتش اصورها بصراحه. والمفتاح ده على فكره كان فيه مشكله، المفتاح ده كان بايظ، كان النحاس بتاعه كله يعني مفحم كله. تمام يعني في فيديو انا مصور المفتاح ده خارجي لوحديه، الفيديو اللي فات اللي قبل دوت. تمام. كنت مصور فيه الفيديو بتاع المفتاح اللي هو كان متفحم النحاس جوه متفحم كله. طبعا فكرته حته حته فاهمني. المفتاح ده على فكره 12 طرف، فكرته كله تمام من اوله لاخره، وبعدين جمعته صنفرته كله وجمعنا تاني في الفيديو اللي قبل ده. ممكن اسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاعه في التعليق باذن الله او في الوصف. كده بيحتوي بربط كل حاجه، ونربط المسامير بتاع المفتاح، وهنجمع كله باذن الله، وهنجمع المكنه ونجربها باذنك يا رب. على فكره انا مش متضايق ان انا فكيت المكنه وربطتها تاني، والحمد لله يعني انا بحمد ربنا ان هي طلعت فعلا حاجه بسيطه زي كده يعني. وصل لك ان معلش يعني اوديها لصنايعي ربنا يصلح حالنا وحاله. مش عارف، هو المفروض ان هو صنايعي مكن يعني، المفروض ده بتاع لف بس، بيلف مكن بس يعني، مش مشغول بحاجه تانية، ولا دماغه مثلا شغاله بحديد ولا غيره. المفروض ده راجل بتاع مكن لحام يعني، بيلف مكن لحام صنايعته، المفروض يمسك المكنه معلش يختبرها يجربها يشوف كل حاجه. لكن ده قعدت عنده معلش قعدت عنده بتاع 20 يوم 25 يوم وهي مركونه عنده، وفي الاخر رحت جبتها منه. فسبحان الله يعني، ربنا يصلح حالنا وحال الجميع. الصناعية بقت قليلة أوي إلا من رحم ربي طبعا، أو مش قليلين، موجودين كتير، بس يعني اللي عندهم ضمير اللي بيراعي ربنا في اليوم بتاعتهم قليلين، ربنا يصلح حالنا وحالهم، إلا طبعا من رحم ربي يعني. ربنا يعني الجميع اللي هم تعيشوا. معلش إن كنت مسرع الفيديو شوية بس عشان الفيديو مبقاش طويل، ان الفيديو فعلا خد وقت في الفك والتركيب والكلام ده، خد وقت جامد، فانا مسرع الفيديو الوقت عشان خاطر ميبقاش طبعا فيه الفيديو يطول جامد يعني. كده انا طالع خارج بره اهوت هجربه. على فكرة كنت بعملها جوه الشقة يعني، ما روحتش عملتها في ورشة ولا حاجة، كنت قاعد في الشقة جوه وبعملها. طبعا انا في الشقة طبعا زي ما بقول لكم، فما عنديش طبعا لا كابلات ولا عندي حاجة اوصل بيها ولا الكلام ده كله، ده انا دول حتتين سلك تمام بجرب بيهم. طبعا ممكن حد يقول انت ما تروحش الورشه ليه تجربها، ممكن ما تشتغلش، انا لسه كنت تحت التجربه بجربها يعني. تمام يعني بجرب اشوف المكنه تشتغل معايا الحام ولا لا. وانا جربت الترانز لما بقول لكم انا ما صورتوش،
جربت الترند بس بصراحة ما لحمتش، بس بسم الله ما شاء الله اللحام بتاعه طلع الله اكبر عليه يعني، بتلحم ولا في صوت ولا في اي حاجة، والمكنة بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اعظم الله اكبر عزة الله، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.